اللي انت بتحبهم دول وبتقعد معاهم، انت هتبقى معاهم في الاخره. فشوف بقى انت بتقعد مع مين، شوف بقى انت مين اقرب الناس ليك، شوف انت مين الناس اللي انت بتحب تقعد معاهم عشان هتبقى معاهم في الاخره. اعمل له بلوك، الغي رقمه من عندك، اعمل له استثناء من الحاله. عارف اللي هو ايه؟ اقطع اي علاقه بينك وبين حد كويس. السلام عليكم. لو انت عايز تعيش حياتك وتعمل كل اللي في نفسك وتتحلل كده وتنحل من كل القيود وتاخد راحتك بقى وتعمل كل حاجة في نفسك، ايه اول خطوة لازم تعملها عشان تحرر نفسك من المقيدات دي؟ اول خطوة هي انك تبعد عن الصحبة الصالحة. يعني انت عارف ان في صحبة كده معينة، في ناس معينة لما بتقعد معاهم دايما بيقولك لا ده حرام ما تعملوش، ده حلال اعمله، ده واجب لازم نعمله، يلا نصلي، بطل مخدرات، ما تكلمش البنت الفلانية، مش عارف ايه. دايما لما بتقعد معاهم بياخدوك في السكة دي. فانت عايز تعمل كل الحاجات دي ومحدش يقول لك عيب ولا حرام ولا حد يقيدك. تعمل ايه؟ ابعد عن الناس دي. الموضوع بسيط. يبقى اشوف الناس اللي دايما كل ما انت بتحاول تنطلق كده في الحياة بيشدوك ويرجعوك لورا وما تقعدش معاهم. تمام؟ دي اول خطوة في طريق فشلك، اول خطوة في طريقك للنار. تمام؟ احنا الانسان يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى خلقه علشان يختبره. بيختبرك بالعمل، هتعمل صالح هتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى هتدخل الجنة، هتعمل عمل سيء مش هتسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى هتفسد، هتدخل النار. تمام؟ يبقى انت في الدنيا انت في اختبار مؤقت، الاختبار ده نهايته النجاح اللي هو الجنة او الرسوب اللي هو النار. في فترة الاختبار دي ما ينفعش الواحد ينام، ما ينفعش الواحد يبقى براحته، لا انت مقيد. هي الدنيا كده، الدنيا بالنسبة للمؤمن هي عبارة عن شوية قيود، لو التزم بها كويس هيتحرر بقى التحرر بقى اللي في دماغك ده بس في الآخرة. تمام؟ في الجنة تحرر كامل بقى، هتعمل كل المتع وكل اللذات اللي انت عايزها صافية ما فيهاش اي قدر. انما انت هتحاول تعمل الحاجات دي في الدنيا، هترجع في الاخر تقول زي ما كل الناس بتقول: يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما مشيت في السكة دي، يا ريتني ما شربت مخدرات مثلا، ضيعت صحتي وضيعت حياتي وضيعت عمري، ضيعت علاقاتي الاجتماعية وضيعت فلوسي وكل الكلام ده. تمام؟ يا ريتني ما مشيت في سكة البنات، برضه ضيعت فلوسي وضيعت صحتي، وضيعت حياتي على الفاضي، ما انجزتش اي حاجة وفشلت في كل حاجة. يا ريتني ما مشيت في سكة الفلوس مثلا، والربا والكلام ده. يعني اللي عايز اقوله ان المتعة الحقيقية الكاملة هي في الآخرة في الجنة، مش في الدنيا. فلازم تكون حاطط كده في دماغك الدنيا فيها بعض المتع المباحة، ربنا سبحانه وتعالى فتح لك بعض أبواب المتع علشان تستقيم حياتك، عشان تستقيم نفسيتك، ويعني تبقى معتدل فتعرف تعبد ربنا سبحانه وتعالى. خلاص؟ يعني اللي عايز أقوله بقى، من أكبر الخدع، من أكبر الخدع اللي بتاخدك ناحية طريق النار، هي إن يجي شيطان يقول لك ابعد عن الناس اللي مقيداك دي. مش دي الصحبة، دي الصحبة المفروض كويسة، صحبة صالحة، صحبة دايما بتزقك لقدام يعني وبترفعك كده ناحية المنازل العالية. ما بتصليش فتقول لك يا لا ما ينفعش لازم تصلي، انت كده هتفشل في الاختبار، انت كده هتدخل النار، احنا عايزينك تدخل الجنة. فبتلاقي دايما يعني بتبقى بداية فشلك، بداية انحطاطك وانحدارك هي انك تبعد عن الناس دي. خلاص؟ احيانا بيبقى الموضوع لا يطاق، اللي هو انت شهوتك ويعني ونفسيتك رايحة ناحية حاجة جامد، رايحة ناحية الحاجة ديت على الآخر، اللي هو هتموت وتعمل كذا مثلا. فتلاقي صاحبك الصالح يقول لك لا ما تعملش، وانت قاعد معاهم تتكسف تقول انك عايز تعمل كذا. ما تقدرش تقول يا جماعه والله انا عايز اعمل كذا، لان انت عارف ان ده غلط، ويعني وهتتكسف منهم. خلاص؟ فتلاقي ان الموضوع كده بقى ايه، بقى حمل على دماغك، فتفكر تتحرر منه. اول ما تتحرر منه تبدا بقى في مرحله التعاسه والشقاء. تمام؟ وكل الناس اللي عملت كده هي اللي بترجع في الاخر تقول كده. يعني ده مش كلامي، ده كلام الناس اللي مجربه. يقول لك انا اول ما بعدت عنكم مثلا، اول ما بعدت عن الصحبه الصالحه، تمام، حياتي اسودت. عملت كل المتع اللي في دماغي، ويعني ارتكبت كل الشهوات ومش عارف ايه، بس انا مش مبسوط، بس انا حاسس ان انا مخنوق،
بس انا حاسس ان حياتي مش مظبوطه. طبعا ما انت بعيد عن ربنا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى. فاحنا اللي عايز اقوله ان تمسكك بالصحبة الصالحة، بالشلة الكويسة، اللي دايما بتدفعك للخير وبتدعوك للخير ودايما بتتكسف تعمل حاجة وحشة في وسطهم، هو ده طريق فلاحك. طريق فلاحك ده ربنا سبحانه وتعالى وصى به النبي عليه الصلاة والسلام. مين يا جماعة أعظم الخلق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي لو اتساب كده لوحده، تمام، من غير أي حاجة هيعبد ربنا ومش هيعصي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مين اللي مهما كان محدش بيقول له اعمل وما تعملش هيبقى مستقيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ربنا قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. تخيل معايا الموضوع عامل ازاي. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق، بيقول له أنت اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اقعد مع الصالحين، اصبر نفسك مع الصحبة الصالحة. ركز في كلمة اصبر نفسك دي، لأن أحيانا الموضوع بيبقى تقيل. أحيانا بتحس أنت مقيد في حاجات معينة مش عارف تعملها ومش واخد راحتك ومكسوف تبص على البنات مثلا وانت في وسطهم مكسوفة مثلا تكلمي ولد، مكسوفة تلبسي لبس مش محتشم وكلهم محتشمات ومتحجبات، مكسوفة تحطي مكياج مثلا وهم كلهم ما بيحطوش وانت عارفة ان ده حرام وهم بيقولوا ان ده حرام. فاصبر نفسك، لا اتك على نفسك شوية، اتك على نفسك شوية. الموضوع مهم، ما هو ده طريق فلاحك. طريق فلاحك، ما هو انت في وسط الناس دي انت هتخش الجنة، تمام. يعني هتمشوا مع بعض في الدنيا وتدخلوا الجنة مع بعض، تمام كده. ما هو كده يعني ايه، يوم نحشر المتقين الى الرحمن ايه، وفدا. وفد، مجموعات. انت هتخش الجنة في وفد، في الناس، مع الناس اللي شبهك. المرء مع من احب. اللي انت بتحبهم دول وبتقعد معاهم انت هتبقى معاهم في الاخرة. فشوف بقى انت بتقعد مع مين، شوف بقى انت مين اقرب الناس ليك، شوف انت مين الناس اللي انت بتحب تقعد معاهم عشان هتبقى معاهم في الاخرة. تخيل الناس اللي انت عارف ان هم يعني وحشين جدا وبتقعد معاهم، شوف بقى هتبقى معاهم في الاخرة ازاي. تخيل مصيرهم هيبقى ايه وشوف نفسك معاهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام ايه، واصبر نفسك. لا اتك على نفسك وواظب على القعدة مع الناس دي. مع مين يا رب؟ نقعد مع مين؟ نصاحب مين يا رب؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة الصبح، العشي آخر النهار. بيدعوا ربنا دايما، بيعبدوا ربنا دايما، بيصلوا، محافظين على الصلاة، محافظين على قراءة القرآن، على الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء. دايما بيفتكر ربنا، دايما كل حياته المحرك الأساسي فيها هو ربنا. انا هعمل الحاجه دي ترضى ربنا هعملها، ما ترضوش مش هعملها. طب ربنا اباحها، ماشي هعملها. ما ربنا منعها، خلاص مش هعملها. بيغلطوا بتعدي منهم حاجات، بس مش ده الاصل عندهم. في ناس الاصل عندهم ان هم بيغلطوا، انما في ناس صالحين الاصل عندهم ان هم ما بيغلطوش، لكن احيانا بيغلطوا، طبيعه البشر، وبيستغفروا وبيتوبوا، وبتبقى التوبه ديت هي الجزء الايه، الخير اللي هم هيعملوه في حته الغلط دي. خلاص. فانت بقى تعمل ايه؟ تعمل الوصيه اللي ربنا قالها للنبي عليه الصلاه والسلام، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الناس دي بتعمل كده ليه؟ عشان عايزين وجه ربنا سبحانه وتعالى، عايزين يدخلوا الجنه، تمام. بيعملوا كده لله بس، مش منظره، مش عشان يتقال عليهم الشيخ فلان، مش عشان الناس تبص لهم بصه حلوه، لا، نيتهم صالحه، مخلصين، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ربنا بيقول للنبي عينيك ما تبعدش عن الناس دي. تخيل ربنا بيقول كده لمين؟ بس انا عايز اقول لك ربنا مش بيقول كده مثلا لصغار الصحابه فبيقول لهم خليكم مع كبار الصحابه، ده بيقول كده للنبي عليه الصلاه والسلام، بيقول له ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اوعى تبعد عنهم وتدور على شهوات الدنيا، دور على المال والجنس
والولد ومش عارف ايه والاكل. اوعى اوعى. تمام. الحاجات ديت انت بتاخذ منها قدر الحاجه، لكن مش هتعيش حياتك كلها علشان انت بتاكل عشان تعيش، مش عايش عشان تاكل. تمام. انت بتستمتع ببعض المتع المباحه عشان تعيش، مش عايش علشان تستمتع. المتع عايش عشان تستمتع دي في الجنه، مش هنا في الدنيا. فربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام ولا تعد عيناك عنه. شوف بقى شلتك الكويسه، صحبتك الصالحه، اوعى عينيك تبعد عنهم. الزق فيهم، الزقوا في بعض، امسكوا في بعض. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد. يعني كل ما تبقوا شله كده، صحبه صالحه، عددكم كويس كده، كل ما عددكم يكبر كل ما الشيطان يبقى ابعد عنكم، لانه مش هيعرف ياثر عليكم. هو يعرف يستفرد بواحد ويوقعه، انما مجموعه كبيره صعب جدا. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. اوعى تبعد عن الصحبة دي عشان تدور على شهوات الدنيا، عشان تدور على الفلوس، على الشغل، على مش عارف ايه. كل ده رقم 2. رقم 1 خليك لازق في الصحبة الصالحة، لان ديت هينبني عليها فلاحك او عدم فلاحك. خلاص. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اوعى تمشي وراه. في صديق سيء، في بني ادمين هتقابلهم في حياتك كتير، ممكن تصادق بعضهم ناس يعني خلينا نقول بتوع الشيطان، ناس شياطين. تمام. دايما ماشي ورا هواه، فهيسحبك ورا الهوى. دايما ماشي ورا شهواته ولذاته ومتعته زي الحيوانات. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، زي الحيوانات. والنار مثوى لهم. هينفعهم في ايه يعني الاكل والشرب والمتعه دي اذا ما كانوش امنوا بالله سبحانه وتعالى؟ فخد بالك من الناس دي. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. اوعى تمشي ورا حد غافل، اوعى تسمع كلام حد غافل. لا، دايما اسمع كلام الذاكر اللي فاكر ربنا. انما واحد غافل، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. ربنا سبحانه وتعالى مضلم قلبه بسبب بعده عنه، واتبع هواه. ما هوش ماشي ورا ربنا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ده مش بيعبد ربنا، ده بيعبد هواه اللي على مزاجه بيعمله. اوعى تبقى كده، اوعى تبقى كده، والا يبقى انت كده خلاص خدت طريقك ناحية الفشل. انت فاهم قصدي؟ واتبع هواه وكان امره فرطا. الدنيا عنده عارف سايبه، ملهاش ماسكه كده، يعني بايظه خلاص. وكان امره فرطا. فخد بالك من النصيحه دي. النصيحه دي اول طريق نجاحك، اول خطوه فيه انك تلزم صحبه صالحه، تحط نفسك في بيئه صالحه، تصنع لنفسك البيئه الصالحه اللي يعني تحط رجليك فيها. تمام. وتفضل ماشي فيها لحد ما توصل للجنة. وبداية طريق فشلك الخاطر اللي هيجي يقول لك لا ما تسيب بقى الناس دي، ما تاخد جنب شوية من الناس دي، اعمل لهم بلوك على الفيس وعلى الواتس والغي رقمهم من عندك، لانهم كل ما تفكر تعمل حاجة بيقول لك لا ده حرام وحلال وما تعملش. دي بداية فشلك. انت بتغلط. انا بغلط. لما شيطاني يعني يضحك عليا ويوقعني، ماشي هقع وهتوب. دي عادي يعني، دي بتحصل، دي هتحصل كتير. انما يقول لي طب ابعد عن الناس دي، طب ما انا بعد كده لما اغلط مين اللي هيقول انك غلطت؟ يعني انا لما اقعد مع ناس بايظه، تمام، هقارن نفسي بيهم، هشوف نفسي شيخ الاسلام. انما لما اقعد مع ناس صالحه، لما اقارن نفسي بيهم هشوف نفسي مقصر، فهشد حيلي في الطاعه. فهو لما يقنعك انك تبعد بقى عن الناس دي، اي حد عم بيفكرك بربنا اعمل له بلوك، الغي رقمه من عندك، اعمل له استثناء من الحاله. عارف اللي هو ايه؟ اقطع اي علاقه بينك وبين حد كويس. ديت يعني من اخطر طرق الشيطان ان هو يجرجرك كده من رجليك الى النار. خلاص. استعن بالله سبحانه وتعالى. اصبر نفسك مع الصحبه الصالحه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.